فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. الرجل، وبالتالي شيء طبيعي جدا الكاميرات تلاحق تواجده على دكة الاحتياط، لكن لا يعوض ميسي الا ميسي، وهذه المعادلة الصعبة في برشلونة، انه لا يعوض ميسي الا ميسي، فبالتالي لا يوجد لاعب بامكانه ان يعوض ادوار ميسي في برشلونة، انما هناك قد يكون حلول، ولكن بوجهة نظر قد تكون حلول ناقصة في ظل تواجد ميسي خارج تشكيله. لا احنا يعني ما نبرر. يشعر هنا وانت تنظر الى ميسي يشعر كانه معاقب وكانه طبعا محبط، واعتقد انه لو هناك كان في اختيار انه هو يبقى او يكون في المنزل، اعتقد يبقى يعني يكون في المنزل ولا يكون موجود على دكة الاحتياط، لانه ممكن ما ينزل. انت فاكر بس لما المدرس يعاقب طالب في الحضانه يقول له انت نوتي ارفع خش وشك في الحيطه وارفع، لا. سوبرينو واخوان لوبيز وفرانشيسكو فرنانديز حكما رابعا. بارتر كان في البارسا، ايضا مونتويا في المدرع كان في البارسا. امامنا هنا تغطي بعد تالق تير شتيجن، وامامنا هنا الهجمه الخطيره لكن على طول وسط ملعب على طول. امامنا الكره من بيدري، ادي امامنا المراهنه على اللاعبين في تلك المباراه هدفين، وكان سجل ايضا كل من كان عايز يسجل. ادي امامنا هنا انسو فاتي الثاني امامنا هو كره جريزمان، واحده على القائم اليمين وواحده الفاتي عقلاقه، محاوله ممكن جريزمان يفتتح التسجيل. جريزمان على الكره الحلوه، ادي امامنا ادي جريزمان 15 مباراه امام ريال بيتيس بخلاف مباراه ركنيه على طول. امامنا من اللاعب كان صوره راسيه من جانب اللاعب ويليام كارف، من جانب اليكس مورينو. بيتيس اول هجمه خطيره، انذار الصديقه بوسكيتس. فاتي وجريزمان وديمبلي مع بيدري في غياب ميسي اللي في البدلاء، وكره ثانيه كان ترك المهمه وتولى تروخيو اللي هو المدير الانطلاقه. امامنا من جانب جريزمان البارسا في رحله الهدف الاول. الاول مش جاي، الاول لسه ما جاء. كرة ثانية من جريزمان، يعني بنشوف كرات خطيرة جريزمان وفاتي. بس اللي امامنا هنا مطالب انه يكون له حضور ويكون له بقى طاقه كلاعب، واللقطة على امامنا هو النجم الكبير ميسي لما جاب خواكين عاقبه واستبعده. وادي امامنا هنا اليكس مورينو من جانب اللاعب اللي منطلق، عدى حلوة قوي ديمبلي، ثبت بارترا لكن قيل انه هو رفض مرتين. ادي امامنا انطلاقة هنا اليكس مورينو، لكن فين طبعا ما ظبط. سجل 19 هدف وصنع كان 10 اهداف. هو اللي يعلق ويتكلم عن اسباب ويبرر ببراعه الحقيقه الحارس تير شتيجن. مره ثانيه على طول من تيو، خطير امامنا، لمسه امامنا من جانب ديمبلي، وسع ديمبلي، هدف حلوه. عثمان ديمبلي يضع الكره لا تصد ولا ترد. امامنا هنا سجل في مرمى فرنس فاروش وسجل في مرمى يوفنتوس، لكن لم يسجل في الليجا منذ ان سجل في مرمى اشبيليا في الموسم الماضي. امامنا هو ديمبلي يضع الكره لا تصد ولا ترد امامنا من جانب عثمان ديمبلي الدولي الفرنسي في هذه الكره. بص هي مساله وقت، شوف جريزمان المساحه والمجال موجودين، وبص شوف ديمبلي صعبه قوي. كلاوديو برافو ما يلاقيهاش الا في الشباك. هدف اول للبارسا بعد 23 دقيقه عن طريق عثمان ديمبلي. يا ولد. امامنا هنا انسو فاتي، وحكم اللقاء يقر بصحه الهدف اللي سجل عن طريق عثمان ديمبلي. يعني شاككون في لحظه استلام ديمبلي، ثم بعد ذلك هل انسو فاتي كان متداخلا في الكره اللي سجل منها الهدف ولا لا؟ وبعد كده طبعا خلاص خيم لتري الحكم الفار نادي اكس. امامنا هنا على طول الكرات اللي بالعرض. الهدف الثاني يضيع. هل فيها ركله جزاء؟ فيها ركله جزاء. ادي امامنا الكره، وادي الكره اللي اتعملت من جوردي البا، ثم الدخول امامنا هنا في اللقطه الماضيه من عيسى مندي وبارترا. جريزمان كلاوديو برافو يعيدها مره ثانيه. ركله جزاء ضائعه من جانب انطوان جريزمان. فرصه كبيره كانت لتعزيز النتيجه، لكن كلاوديو برافو رائع في التوقع، ويعكر بدربه راسيه لولا براعه تير شتيجن. السلعوبه حلوه قوي من تيو. التعادل ياتي هنا من جانب اللاعب بابلو سانابريا الباراجوايني. طبعا لا يحتفل لانه كان من ضمن اللاعبين اللي تواجدوا في نادي برشلونه. يسجل التعادل سانابريا امامنا هنا من الشارع الموجود في الجانب اليمين لنادي برشلونه، لان التوغل كان من جانب اللاعب تيو. امامنا هنا انطونيو سانابريا اللي سجل في مرمى إلتشي في المباراه الماضيه، يسجل امامنا هنا في هذه المباراه هدف التعادل في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع.
تصبح النتيجة 1-1. بص تيو وتعدي أمامنا الكرة من جانب كانيلاس عشان يأتي بقى هنا بابلو سانابريا اللاعب السابق في نادي برشلونة واللي كان تواجد في أكاديمية النادي واللي كان يعني ظهر في هذه اللقطة. بص في شارع وفينك يا بيكي ولانجلي كأنهم بيأدوا رقصة لأن من أتى وسجل هو الباراجواي في إطار الجولة التاسعة الدوري الإسباني لموسم 2020-2021 برشلونة والذي ادي عملنا على طول الكرة حلوة قوي يا ولد قلب التفويتة يا عيني قال لك انا جيت لك اهو. ادي جريزمان عايز الدعم وعايز المساندة. التفويتة احلى من الهدف لكن جريزمان يسجل امامنا هنا. لكن الكرة الحلوة واللمسة الحلوة والابداع المتجدد من دائم الابداع امامنا هنا ميسي. كله جري على ميسي وميسي هوش الدنيا كلها وساب الكرة لأنطوان جريزمان اللي سجل تاني اهدافه في الليجا. ليك حق تحيي ميسي أمام. لكن كرة حلوه. شوف الهجمه حلوه ازاي. شوف الهجمه. ده ميسي ايه ده ميسي لو ما فيش لياقه ده بس لو جري كده واخد معاه الراجل في اللقطه اللي فاتت. بص الاعاده بص ميسي امامنا اهو لخبط الدنيا. مندي في بارترا في كلاوديو برافو ولكن جريزمان بقى يصطادها في اللقطه اللي فاتت. ادي امامنا هنا الرهبه اللي عند يعني اي لاعب لما يشوف امامه ميسي. شوف التفويته. بص التفويته تتدرس. ادي ميسي المره دي داخل منطقه الجزاء ولكن المره تلاقى امامنا من جانب ديمبلي الى ميسي مره ثانيه. ميسي يمر فاروش مع دينامو كييف وقبلها كان مع اليوفي. كره خطره جدا من بابلو سانابريا. مشكله اساس المشاكل في برشلونه هو الدفاع لانك تهاجم وتسجل ولمسه اليد في اللقطه اللي فاتت والكره ترجع وقلبه. ولكن هنا هنشوف القرار ايه. لمسه اليد في اللقطه اللي فاتت. ادي الكره بتاعت ديمبلي وحكم مباراه اليوم الحكم جيليرمو كوادرا اللي بيعاونوا كل من تيودورو سوبرينو واخوان لوبيز وفرانشيسكو فرنانديز حكما رابعا وخايمي لاتري هو حكم الفار. وادي امامنا الاعاده وادي ركله الجزاء على عيسى مندي وعنده انذار وكان طول ميسي. ركله جزاء لنادي برشلونه في الدقيقه 61. المقص يا احيانا يبقى السكوت ابلغ في مثل هذه الامور لان ميسي عندما يسجل اكيد بيسجل يعني بشكل جمالي باداء مميز يضعها باقتدار في هذه الكره وهذه اللقطه. اللاعب البديل اللي بيصنع الفارق. اذا ميسي اساسيا يصنع الفارق ميسي بديلا يصنع الفارق. وبيحيي كلاوديو برافو لان ميسي ساهم في تحويل التعادل 1-1 الى انتصار وتقدم 3-1 لان هذه الكره لا تصد ولا تقيس يعني لا يعرف التعادل يفوز او يخسر. 4 انتصارات. استلام على طول امامنا من جانب اللاعب البديل. هدف كان لقيته هنا انطلاقه ممكن يخلصوا الفارق الى الهدف الثاني امامنا هنا في هذه اللقطه لفريق نادي ريال بيتيس. شوف امامنا الكوره وشوف دفاع البارسا. مشكله هدف امامنا هنا من البديل اللي دخل امامنا منذ لحظات لورين ميرون امامنا هو اللي سجل. قلت لحضراتكم في مرمى البارسا ضمن اهدافه ال10 لكن شوف الثغره مستمره في نفس المكان في نفس المساحه. ميسي سيرجيو روبرتو عاملها حلوه قوي ميسي يا قسوتك يا حلاوتك يا جمالك يا بسطنا يا متعنا يا مهنينا يا نجم النجوم النجم ميسي امامنا هنا وانتظار الفار ليه. لكن بص ميسي بيعمل ايه. شوف ميسي بيعمل ايه. الطريق الى مرمى ريال بيتيس. هدفه الثالث في الليجا هذا الموسم وهدفه هو الهدف الثاني في هذه المباراه. لكن سيرجيو روبرتو الى ميسي امامنا هو. وشوف قدم بارترا القدم اليمين لبارترا ممكن تكون مغطيه التسلل كوريا. Ojo, peligro. Gol. Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver